السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ميزانية بتكلفة 600 جنيه من لحوم وخضار ومنظفات. هقولك على كل تفصيلة تفيدك في مطبخك وتفيدك كمان في الميزانية بتاعتك علشان تقدري تجيبي كل حاجة بال600 جنيه. يلا بقى، لو أول مرة تشوفي قناتي حط اللايك واشتركي في القناة علشان يوصلك فيديوهاتي. والميزانية دي بجد تحفة جدا، ب600 جنيه هقولك هتاكلي لحمة وهتاكلي فراخ وفاكهة كمان، وهتجيبي كل اللي انت عايزاه بال600 جنيه. يلا بقى نشوف جبنا ايه من السوق ونشوف ميزانيتها هنقسمها ازاي. اول حاجة كده انا جبت الخضار كله زي ما انتوا شايفينه. جبت كرومبة وجبت فلفل، هصور لك كل حاجة دلوقتي، هقرب الكاميرا. بس اهم حاجة زي ما انا قلنا هنقسمها. هنجيب كده في حدود 250 جنيه خضار يكفينا. هنجيب كرومبة. الكرومبة دي كلفتني 30 جنيه بالخضار بتاعها، اهو الخضار. وكمان جبت طماطم. طماطم دي للسلطة ب20 جنيه، انا جبت كيلو واحد بس للسلطة. وجبت 2 كيلو ونص للصلصة للطبيخ زي ما انت شايفة اهو. حلوة جدا، كان مع الراجل بيبيعها ب10 جنيه الكيلو، خدت منه 2 كيلو ونص هم اللي كانوا معاه. بس حلوة جدا على فكرة وناشفة، ما فيهاش اي حاجة ولا سوسة ولا كده، ده هي حاجات بسيطة جدا بتتشال بالسكينة. قسمتها على 3 اكياس كده. هتحتاجيهم جدا في كرومبة، هتحتاجيهم في اي صلصة مكرونة. جبت بس كيلو واحد للسلطة، وزي ما قلتلك 2 ونص هم للصلصة. وكمان جبت البلح الرطب ده، الراجل كان بيبيعه ب35 جنيه، انا جبت ب50 جنيه. تمام، علشان يكفيني كده. وكمان جبت كيلو موز، وجبت كمان كيلو برتقان، وجبت خيار زي ما انت شايفة كده اهو الخيار قدامك. وجبت ايه كمان، وجبت فلفل. جبت بس كيلو فلفل ب5 جنيه. او الاسعار بتاعت الموز والبرتقان. جبت الموز ب40 والبرتقان جبته ب25. جبت كيلو وكيلو. تمام كده، انت جبت 3 انواع فاكهه هم موجودين عندك في التلاجة. وكمان جبت كيلو خيار، الكيلو ده كان مع الراجل بيبيعه ب15 جنيه. وجبت فلفل زي ما قلت لك، انا قلت له انا عايزه ب5 جنيه فلفل بس، فاداني ب5 جنيه اهم. وجبت كمان بطاطس. جبت اللي هو نوع البطاطس الحمرا ده، بتتباع ب10 جنيه، بجد جميلة جدا في القلية وما بتحمرش خالص، ده بدنها بيضة، وكمان بعمل بيها شيبسي للأولاد. زي ما قلت لك جبت الخضرة اهي مع الكرومبة، جبت الاتنين ب30 جنيه. جبت 3 ربط كزبرة وبقدونس وشبت. وكمان جبت فول وطعمية ب10 جنيه، جبت كيسين فول وكيسين طعمية اللي هي العجينة بحطها في الفريزر، حلوة جدا في الاستخدام. أي وقت ببقى عايزة أعمل فول عجينة بطلعها وأحط عليها بيضة وبقليها، بجد بتبقى تحفة ونضيفة، وانتي كمان قليها بالزيت اللي عندك في البيت. دي الطلبات والخضار اللي احنا جايبناها، يعني كلفتني في حدود 250 جنيه. كمان كان في بتنجان بس انا نسيت اصوره. انا جبت كيلو بتنجان، كيلو ونص بتنجان من اللي هو الكبير ده، لو حبيت اعمل مسقعه بابا غنوج اي حاجه جنب الاكل. وكان سعره ب15. وكمان جبت اهو نص كيلو لحمه مفرومه ب200 جنيه. والفرن اللي هي الزبده دي انا الصراحه بجيبها بالشهر، انا ما جبتهاش من ال600 جنيه خالص. الفرن دي انا بجيبها بالشهر، بجيبها ب145 جنيه من فلوس الشهر يعني، او اي فلوس فايضه معايا انا بحوشها طول الشهر، وفي اخر الشهر بجيب بيها السمنه. زي ما قلتلك لازم توفري اي حاجه من الفلوس. تمام. وكمان جبت زي ما قلتلك نص كيلو لحمه مفرومه ب200 جنيه. وجبت صابون اهو بتاع المواعين، جبت لتر ب5 جنيه، وجبت ب3 جنيه كانوا باقيين مرقه. وجبت صابونه كمان ب15 جنيه. وكيس اريال اوكسي كان عندي برضو كيس ب15 جنيه. كده احنا جبنا ب250 جنيه خضار. وكمان جبت لحمة مفرومة كفتة، يعني قلت هعملها كفتة ب200 جنيه. يبقى كده الحساب كده 450 جنيه. وزي ما قلتلك انا مش حاسبة السمنة خالص لان انا بجيبها بالشهر. وممكن بقى نقول على الافكار اللي احنا نعملها من الاكل اللي احنا جبناه ده. ممكن تعملي باللحمة المفرومة، تقسميها على مرتين، مرة تعملي صينية مكرونة بشاميل، مرة رقاق، مرة جلاش، زي ما تحبي انتي او اولادك بياكلوا. تقسميها على مرتين. كمان احنا جبنا بتنجان، ممكن تعملي يوم مسقعة، ممكن تعمليها مسقعة باللحمة المفرومة برضو حلوة جدا مش وحشة.
هيتبقى بقى من الفلوس إحنا كده استهلكنا 450 جنيه، هيتبقى 150 جنيه من الفلوس، هنعمل بيهم إيه ال150 جنيه دول؟ ال100 جنيه ممكن تستهلكيها في أكلة تانية، ممكن تجيبي سمك، تعملي سمك تجيبي كيلو وربع سمك ب100 حلو جدًا، أو كيلو ونص على حسب ما بيتباع عندِك، أنا عندي هنا بيتباع السمك بكيلو وربع ب100. ممكن تجيبي نُص كيلو بانيه برضه تعمليه على أكلتين، ربع وربع، النُص كيلو تقسميه لربعين، برضه ممكن تعملي بيه صينية مكرونة بشاميل حلوة جدًا، بتبقى لطيفة جدًا بالفراخ، ممكن تعملي بالربع التاني كفتة تقسّميه، تحطي الربع كيلو بانيه عليه مثلًا بطاطساية، على شوية البهارات وتستخدميه كnuggets تعمليه للأولاد، هيرمي معاكِ كتير جدًا في الأكل بجد. ممكن كمان تجيبي بال100 جنيه دي كِبَد وقوانص، تخلّيها عندِك في الفريزر تستخدميها في أي أيام تانية، أفكار كتير وحاجات كتير للأكل ممكن تستخدميها بالأقل معاكِ. 100 جنيه كمان تجيبي وركين، ممكن تعملي عليهم صينية بطاطس، ممكن تجيبي 3 وراك بس لو صغيّرين أو هيكلّفوكِ 100، 120 بالكتير أوي أو 110 بس يكونوا صغيّرين، برضه ممكن زي ما قُلت لِك تعملي عليهم صينية بطاطس. 50 جنيه اللي باقية معاكِ هتسيبيها لأي حاجة تخلص عندِك. ممكن تجيبي بيها رُز مثلًا، تجيبي كيلو رُز تخلّيه في البيت تستخدميها مع الأكل، أي حاجة بقى ناقصة في البيت بتكمّليها معاكِ بال50 جنيه اللي ناقصة معاكِ. أنا باوريكِ أهو اللي أنا قسّمتها ل3 خانات زي ما قُلت لِك وزي ما شرحت لِك في الفيديو. أفكار كتير وحاجات كتير ممكن تستخدميها بالأقل معاكِ، ال600 جنيه دول هيكفّوكِ لو بتاخدي مصروفِك بالأسبوع، بتاخديه بالشهر، بتاخديه مثلًا كل 10 أيام، ممكن في ناس بتاخد باليوم، زي ما قُلت لِك أهو كل الأفكار، في أفكار زي ما قُلتها لِك ممكن تستخدمي ال100 جنيه دي في يوم واحد، ممكن تعملي سمك، بانيه، كبد وقوانص، وركين، ممكن تجيبي ربع كيلو برضه لحمة مفرومة من الراجل مش بيمانع خالص، زي ما قُلت لِك ممكن تستخدميها في كفتة، حواوشي، ممكن تعملي بيها صينية مكرونة. كل الحاجات دي بتستهلك بجد بطريقة بسيطة جدًا، بس أنتِ لو مقسّماها ومراعية الفلوس اللي في إيدِك وبتصرفي كده بالراحة وبتستعيني بالله، هتلاقي بجد الفلوس زادت في إيدِك، ومخِّك كمان شغال إنِّك تجيبي الكتير منه بفلوس قليلة. وزي ما قُلت لِك أنا ما باقولكيش ال600 جنيه دول ليكِ أنتِ لوحدِك، أنا باقول لِك لأي حاجة تناسبِك من اللي أنا قُلته استخدميه، مش لازم تاخدي كلامي وتطبّقيه على اللي معاكِ وتقولي لأ ده هي قالت حاجات زيادة، قالت حاجات ناقصة، لأ شوفي أنتِ إيه اللي يناسبِك في حياتِك والفلوس اللي معاكِ، بيتِك بيستهلك إيه، ممكن تشيلي حاجة وتحطّي حاجة، على حسب اللي يناسب بيتِك استخدميه. وزي ما قُلت لِك ال600 جنيه ده أهو أنا قُلت لِك أفكار ليهم حلوين جدًا. وشوفي اللي يناسب بيتِك واستخدميه، ما تنسوش بقى تحطّوا لايك وتشتركوا في القناة، سلام عليكم.